طبعا انت فاكر ان انت بتفكر لنفسك، محدش بيفكر لك. بتتحكم في مشاعرك تماما، محدش بيأثر عليك. تحب، تكره، تبعد، تقرب، تختار ان انت تكمل او تسيب، محدش بيحركك. طيب لو قلت لك ان في حد اتحكم في دماغ الناس، في دماغ الناس ليه؟ في دماغك انت حرفيا. تعال احكي لك حكايه حصلت في مدينه اسمها 1000 مصنع. خليك معايا. في البرنامج ده انا مش بحكي لك حواديت خيال علمي، انا بحكي لك الواقع بالطريقه اللي شايفها الخيال اللي مش علمي. في طب لو حصل، في كل مره بجيب لك فيها فكره مستحيل انها تحصل، او انت قول يا رب ما تحصل. بنجيب الفكره دي، بنغسلها ونكويها ونطلعها لك عشان نلبسها لك. انا قصدي المستحيل يعني. تخيل معايا كده يا صديقي ان في شقه في شارع جانبي في حته اسمها كعبيش في فيصل. الشقه دي تقريبا قديمه شويه، حيطان واقعه، نور بايظ، هي هاديه بس هدوء مش مريح. الشقه دي قاعد فيها واحد اسمه زكريا جمال الدين السيد. زكريا شاب عنده 25 سنه، دايما متمرد على حاله، مش عاجبه حاجه، متعجرف، نرجسي، بشكل غير مبرر يعني. زكريا قاعد في الشقه دي بحجه انه يبني نفسه ويوصل للي ابوه وصله له من غير مساعده حد. بس دي ما كانتش الحقيقه. الحقيقه ان زكريا كان هربان من البلد ومن عيشتها، من الشغل اللي ابوه كان عايز يمسكه له في المصنع بتاعه. في يوم زكريا وهو قاعد بيقلب في الموبايل بتاعه، هو كده كده اصلا لا شغله ولا مشغله يعني، اللي قطع اللي هو بيعمله ان في حد اتصل عليه ظاهر باسم عم رؤوف. الو يا عم رؤوف، يا راجل يا كباره يا جميل، ركبك بتزيق لسه ولا ظبطتها ولا ايه؟ طبعا انت عايزني اجيب لك العلبه اللي عليها الاسد وانا راجع البلد. مش كبرت يا عم على الحاجات دي؟ على غير العاده عم رؤوف كان دايما بيهزر معاه ويضحك معاه، بس المره دي رد عليه عم رؤوف بصوت فيه ألم ووجع. ارجع يا زكريا يا ابني، ابوك مات. بالفعل يا صديقي زكريا رجع البلد عشان ياخد عزا ابوه مع اولاد عمه وعمامه وقرايبه اللي في البلد. تخيل معايا كده صوت قرآن، ستات بتصوت، ده ما كانش يومك يا حبيبي يا ابني، ده اتخطف. زكريا من اول ما وصل البلد ودفن ابوه لحد اللحظه اللي هو كان واقف فيها في العزا، زكريا ما نزلش دمعه واحده. عم رؤوف قام من على الكرسي اللي هو كان قاعد عليه وقام حشر نفسه ما بينه وما بين زكريا وابن عمه، قرب منه كده بصوت فيه عتاب او لوم، قال له يا زكريا يا ابني، انت ما جيتش ليه زي ما ابوك كان بيقول لك تشتغل معاه وتمسك شغله؟ على الاقل كنت هتشوفه قبل ما يموت. طبعا انت عارف ان زكريا كده كده مش في دماغه، ودن من طين ودن من عجين، الكلام اللي بيخش من هنا بيخرج من الناحيه الثانيه. واللي قطع كلام عم رؤوف صوت مره واحده داخل عليهم خشن، ازيك يا زكريا يا ابني، بقاء لله، ربنا يجعلها اخر الاحزان. وهو ماسك على ايده جامد وشادد على ايده، ولسان حاله بيقول ربنا يسترها منك ومن ايامك السوداء يا زكريا يا ليفا. بس يا سيدي، بعد العزا بكام يوم زكريا فهم ان مصنع ابوه في رقبته، وان كده كده القدر اللي هو كان بيهرب منه مستنيه. زكريا طبعا دخل المصنع لابس النضاره بتاعته متأنتك، والعمال طبعا كلهم باصين عليه، هي نفس البصه اللي كانوا بيبصوها له ان انت شخص مختلف عننا ومش شبهنا. كانت نظره كده غريبه يعني. زكريا قاعد بيقلب في الاوراق بتاعت ابوه، يقلب في الادراج، يشوف في الاوراق بتاعت المصنع، يشوف الانتاج، لحد ما سمع صوت زي زعيق وخناق. بس الصوت كده كده بعيد، وهو بيحب يريح دماغه فمش شاغل باله كل اللي بيحصل ده، وقاعد لحد ما لقى ان الصوت واحده واحده بيقرب للمكتب عنده. فجاه لقى عم رؤوف داخل بيفتح باب المكتب ومعاه 2 أو 3 من العمال، وبص كده لزكريا وقال لهم قدامكم اهو زكريا بيه، شوفوا انتوا عايزين تقولوا له ايه وقولوه له. لحد ما دخل عليه واحد مليان في الجسم كده شويه وقال له يا زكريا يا باشا، احنا ما زدناش بقالنا كتير. من عجرفه زكريا قرب منه كده ومسك لغده لعب له فيه، ورد عليه زكريا قال له انت بتاكل من العلف اللي انت بتعمله صح؟ في اللحظة دي فهم زكريا ان اللي بيهرب منه خلاص حصل، وجيب رجله لوجع الدماغ. طبعا زكريا بدأ يهديهم، اهدوا هتزيدوا، الشهر اللي جاي الدنيا هتتظبط، هيتعمل لكم تأمينات، هشترك لكم في أندية، ترابيزات بلياردو وبينجو والحاجات اللي انت عارفها. فخرجوا من عنده من المكتب وهم بيتمتموا بكلام كده هو مش فاهمه، مش في دماغه ان هو يفهمه اصلا. رؤوف قطع حبل افكاره وقال له هتعمل ايه يا زكريا بايه؟ زكريا قال له اتك عليه وسابه ونزل. زكريا طبعا روح في اليوم ده البيت، دخل اوضته، قفل على نفسه، طفى النور، فتح الشباك، قعد يفكر ما بينه وما بين نفسه، ابيع المصنع واروح اعمل مشروع في القاهره، عربيه القهوه اللي انا كان نفسي فيها مثلا. في لحظه ما بيفكر عينه وقعت على المكتبه اللي عنده في الاوضه اللي كان عليها الضوء اللي جاي من الشباك من بره، وبص كده بتمعن وعينيه كلها شر. ولا كمل؟ ما كده كده مصنع ابويا وبيجيب فلوس كويسه، ايه اللي يخليني ما اكملش؟ قام نط من على السرير بسرعه البرق وقام جاب كتاب المشروع من على المكتبه ونور نور الأوضة، مسح التراب اللي كان على الكتاب اللي كان بعنوان
علاقة الزرعة بالواي فاي وازاي نقلعها بالاي اي. الكتاب ده يا صديقي كان مضمونه ان هو ازاي يتحكم في الزرعة عن طريق الاي اي، ازاي يراقب نموها، ازاي لو عندها مشكلة وهتموت نرجع تاني نصلحها ونحييها بجهاز صغير جدا لا يرى بالعين المجردة مدمج بالاي اي. هنا قرر زكريا انه يكمل في مصنع ابوه، بس مش هيكمل بالطريقه التقليديه. فكر في ان هو يتحكم في تفكير ومشاعر العمال عشان يقدر يكسب فلوس كتير وفي نفس الوقت ما يجيبش لنفسه وجع الدماغ والمشاكل. زكريا قرر يخرج مشروع تخرجه ده للنور، بس المره دي مش على الزرعه. وفي يوم من ايام الشغل اتفاجئ العمال في فتره الراحه او الغداء ان الاكل النهارده مش جبنه ومربى من الصفيحه المصديه، وان النهارده يا معلم زكريا بيضيع وكل واحد ياخد نص فرخه وواحده فيكول اناناس. الكاميرا هنا صديقي جت على عم ماهر وهو قاعد بياكل، بس المره دي كان مستغرب. بص لزميله اللي قاعد جنبه كده وقال له زكريا ابن امه زكريا الليفه غير فعلا في المصنع يا معتمد مش معتمد حاجه غير النص فرخه اللي قدامه. رد عليه وهو بياكل كده وعمال يتفتف الاكل من بقه، قال له كل يا ماهر كل قبل الاكل ما يبرد. زكريا بقى معلم واقف في الاوضه اللي فوق اللي هي ازاز في ازاز دي، انت فاهمها، اللي هي تقريبا كشف المصنع كله، واقف بيتاكد ان الناس كلها بتاكل والاكل تمام وان الدنيا تمام على غير عادته اصلا. بعد نص ساعه بالظبط بدا الجهاز اللي كان زرعه زكريا في الاكل ان هو يمتص من المعده ويوصل لفين؟ المخ. بعد ما عم زكريا الليفه طمن ان الناس دي كلها كلت والدنيا تمام، بحماس مفرط جدا طلع الموبايل من جيبه، فتح الابلكيشن اللي بيتحكم فيه الجهاز وداس مره واحده. في مشهد غريب جدا، الناس كانت متعوده بتقوم من الاكل تهزر مع بعض، اللي بيشد في ده واللي بيتكلم مع ده واللي بيهزر مع ده. المره دي الناس كلها قامت من على الاكل بشكل غريب، عينيهم واسعه، حركتهم سريعه جدا، مفيش كلام، محدش بيهزر مع حد، محدش بيطلب ان هو يدخل الحمام، محدش بيطلب انه يطلع يشرب سيجاره. كده زكريا اتاكد ان مشروع تخرجه فعلا طلع للنور. ويوم بعد يوم زكريا مش بس سيطر على العمال اللي عنده في المصنع، ده سيطر على السوق بغزارة الانتاج والجودة الممتازة اللي هو بيطلعها. طبعا بعد كل دوام المعلم زكريا بيعمل ايه؟ طلع في تليفونه من جيبه، يفتح الابلكيشن، يدوس اوف عشان ما حدش من البلد يحس بحاجة، الناس تروح طبيعية، مفيش اي مشاكل، تتعامل مع اهلها بشكل طبيعي جدا، وهو ده اللي هو كان عايزه. وفي يوم من الايام صاحبك زكريا المبليف نسي يقفل التحكم في الناس بعد الدوام. زكريا في اليوم اللي نسي يقفل فيه جهاز التحكم بالعمال، في مشهد كان مروح فيه ماهر لبيته، بيفتح باب الشقه عينيه واسعه جدا كانه مركز، بس ده على عكس جسمه اللي كان حاسس بالتعب، كان منهك، مشيته المتباطئه، بيجر في رجله، صوت حكه الجزمه في الارض، ده مش الطبيعي بتاعه. واللي اعترض طريق ماهر للحمام عنايات مراته اللي كانت واقفه في المطبخ تقريبا بتحضر الاكل، وقف كده ناحيتها وبص لها كده بجمود تام من غير اي حتى سلام عليكم، بيسالها عن الاكل. فردت عليه عنايات مراته بكل هدوء، قالت له لا والله يا ابو ياسين الاكل لسه ما خلصش، ده انا كنت بنظف في الشقه طول اليوم لما ظهر اتقطم ولسه بادئه في الاكل من شويه. فرد عليها باندفاع شويه وقال لها يعني ايه ما خلصتيش الاكل؟ وبدا بينهم الحوار يشد، كلمه من هنا على كلمه من هنا، الحوار بدا يكبر، صوتهم بدا يعلى لدرجه ان ياسين يصحى من النوم عشان يطلع يشوف هو في ايه اللي بيحصل بره. ياسين طلع على مشهد مش حلو خالص، طلع على مشهد فيه ابوه ماسك امه من شعرها بايد وفي ايده التانيه ماسك سكينه، ولسه عناد بتقول له بتعمل ايه يا ماهر يا قاهر، قام ضاربها بالسكينه. في لحظه صمت، ابويا قتل امي. واللي كسر لحظه الصمت دي ابوه اللي بدا يصرخ زي المجنون، وباب الشقه وهو بيتكسر والجيران بيدخلوا. الجيران دخلوا لقوا ماهر مرمي في الارض وجنبه عنايات اللي كانت سايحه في دمها، وفي نص بطنها كده سكينه زي البطيخ، وياسين لسه زي ما هو واقف ما بيتحركش. ياسين شاب في ثالثه ثانوي ذكي جدا، كان كل همه ان هو يخش فنون جميله لانه كان بارع فعلا في الرسم. ياسين بدا بكل عنف يحوش في الناس الكتيره اللي كانت واقفه في الشقه، لحد ما خرج من باب الشقه وهو بيجري زي المجنون، لا عارف هو رايح فين ولا اصلا بيعمل ايه. ياسين للاسف من حاله الهستيريا اللي هو كان فيها ما كانش قادر يتحكم في نفسه ولا في تفكيره، وفضل يجري زي المجنون في طريق ضلمه. الطريق اللي كان على يمينه فيه ترعه واللي على شماله فيه زراعه، الطريق اللي كان ضلمه اللي ما كانش فيه نور غير تقريبا كل 100 متر او 200 متر من عمود نور يكاد يكون شغال، رؤية مشوشة، صوت صريخ في دماغه، مش شايف حاجة غير آخر مشهد شافه وهو خارج من البيت لما مامته كانت مرمية على الأرض وسايحة في دمها، وأبوه اللي كان مغمى عليه جنبها. وفضل يجري لحد ما في لحظة كل ده وقف كأن حد شدله الفيشة. ياسين من حسن حظه ما وقعش في نص الطريق ولا وقع في الترعه، الحمد لله، وقع على جنب شويه كده ما بين نهايه الطريق والزرع. ولسوء حظه شافوا واحد اسمه حافظ، هنعرف مين حافظ ده كمان شويه صغيرين جدا.
والمدة تقريبا تزيد عن 20 ساعة من الحياة البرزخية اللي هو كان عايش فيها. ياسين صحي لقى نفسه نايم في أوضة على مرتبة قديمة، أوضة ما فيهاش حتى ولا شباك، كل اللي كان فيها شوية أزايز مية فاضية مرمية، كاتل شاي، كأن كان في ناس هنا بتخش عشان بس تعمل شاي، وباب الأوضة. ياسين راح ناحية الباب، بيفتح الباب مش راضي يفتح، يجرب مرة كمان ما بيفتحش، بدأ إن هو يمسك الباب جامد ويفتحه جامد، الباب برضه ما بيفتحش. ياسين فضل يخبط ويرزع على الباب زي المجنون، يا جماعة يا اللي هنا يا إخوانا، لحد ما بعدها بلحظات واحد من اللي كانوا موجودين في المكان مفيش على وشه اي نوع من انواع التعبيرات، كان راجل غامض، وخدوا من ايده وبداوا يتحركوا من المكان اللي هم فيه لمكان تاني، لحد ما وصلوا لباب اوضه كبير جدا كده كانه مكتب فخم، وده كان مكتب حافظ. حافظ يا سيدي كان رئيس اكبر عصابه موجوده في مدينه 1000 مصنع في الوقت ده، تاريخ حافل بقى بتجاره المخدرات، السلاح، تهريب اي حاجه. دخل عليه ياسين وفي ترقب شديد، ولسان حاله بيقول هو انا بحلم ولسه بحلم ولا ايه اللي بيحصل معايا، انا مش فاهم. دخل ياسين وقف قدام المكتب قدام حافظ رحب بيه وسأله عن اسمه وعنده كام سنة وهو منين، كل الكلام ده، لحد ما سأله سؤال اللي خلى ياسين يقعد فيه كام ثانية لحد ما يرد عليه. طبعا ياسين ما قالوش هو ابن مين ومنين وايه اللي حصل معاه بالفعل، خاف لا يسلمه للبوليس او يرجعه لاهله او اي حاجة من الحاجات دي. طبعا ياسين قاعد يحور عليه بكلام مش مفهوم وكلام ما يخشش على دماغ واحد زي حافظ يعني. فحافظ جاب له النهاية، قال له انت هربان من اهلك؟ ياسين فكر كده شوية، قال طب والله فكرة، ما اقول له ان انا فعلا هربان من اهلي. قال له انا فعلا مش من هنا وهربان من اهلي. في لحظات من التفكير من حافظ رد عليه وقال له اشتغل معايا. طبعا ياسين هو مش فاهم هو شغال في ايه ولا بيعمل ايه ولا مين الراجل ده، حس بتردد شديد جدا من ياسين. رد عليه حافظ وقال له بص، على العموم ده الكارت بتاعي، عايز تشتغل معايا تمام كلمني، مش عايز تشتغل معايا انت حر. وشاور له على الباب في اشاره منه يعني ان هو يبدا يخرج ويتحرك ويروح في المكان اللي هو عايز يروح. مد ايده ياسين كده في تردد وخد الكارت وحطه في جيبه. بدا بالفعل يا صديقي ياسين يتحرك من المكتب اللي هو فيه ناحيه الباب عشان يخرج من القصر خالص، بس وهو خارج كان مذهول جدا باللي هو شايفه. هو اول مره يشوف حاجه زي كده، تحف في كل حته، اضواء حلوه، مكان جميل، خصوصا كمان هو خارج بره. كان فعلا موهوم باللي هو شايفه، واللي ده كله طبعا كان على عكس شخصيه حافظ واللي هو بيشتغله. خرج ياسين من باب القصر حاطط الكارت في جيبه، مش عارف هيروح فين ولا هيعمل ايه ولا هيتحرك ازاي. على الناحيه الثانيه زكريا ما كانش بيعمل حاجه غير ان هو يروح المصنع، يشغل الابلكيشن، يرجع يقفل الابلكيشن وهكذا، وكل اللي بيعمله ان هو بيلم فلوس من ورا فكرته الخرا. بيرجع بينا المشهد تاني لياسين. ياسين كان كل اللي شغل تفكيره ان هو كان مستحيل يرجع في المكان، كل لحظه هيقعد فيها في المكان ده هيفتكر اللي ابوه عمله في امه، واللي هو مش فاهم طب هو عمل كده ليه وعشان ايه وايه اللي خلى ابوه يقتل امه. وبعد فتره من الوقت والتفكير ياسين كان بيتحرك ناحيه كشك عشان يتكلم في التليفون، بس هيكلم خالته اللي عايشه في سيدي بشر عشان يروح يقعد معاها ويقول لها انا ابويا ظرف امي سكينه والحقيني، ولا هيطلع الكارت من جيبه ويتصل بحافظ. ياسين للاسف فهم انه لو رجع البيت تاني هيشوف اتعس ايام حياته اللي هيبقى فيها دم امه واللي عمله فيها ابوه، اللي لحد دلوقتي هو مش فاهم هو ابوه عمل ليه كده ومش مصدق برضه اللي حصل، وما بقاش في حاجه يخاف عليها للاسف. فقرر يكلم حافظ عشان يشغلوا اي حاجه، هو عارف ان هو كده كده مش امام مسجد يعني، بس اهو اضمن لنفسه عيشه مختلفه عن اللي فات. بالفعل ما كدبش خبر وكلم حافظ اللي بعد جابه ورجعه على الفيلا تاني. ياسين بدا حياه جديده مع اكبر عصابه موجوده في المدينه، وواحده واحده من واحد كل اللي بيعمله ان هو بيشيل ويحط من غير ما يبقى فاهم هو بيشيل ايه ويحط ايه، لانه بعد فتره يشتغل معاهم في اي حاجه بقى هم بيشتغلوا فيها، تهريب سلاح، تهريب مخدرات، مفيش حاجه خرا بتتعمل الا وعملها معاهم. الفلوس بدات تكتر معاه، بدا يشتري لنفسه عربيه، بدا يشتري لنفسه شقه، بدا يعيش حياه احسن من اللي هو كان عايشه. ولان ياسين شخص ذكي وفي الاصل فنان ما كانش ناسي ده، من وقت للتاني كان بيحب يرسم، بس للاسف يرسم عمليه جديده، يخطط لسطو مكان جديد وهكذا. والذكاء الشديد بعد كام سنه بقى دراع حافظ اليمين، واللي حافظ ما كانش عارف يستغنى عنه، لحد ما في يوم حافظ مات وبقى ياسين هو البوس بتاع العصابه، او تقدر تقول المدينه كلها. على الناحيه الثانيه زكريا بقت ثروته مهوله، بقى من المصنع عنده اسطول مصانع، زيه زي اي ثري في الدنيا عايز ينتقل من مرحله لمرحله، وهي تزوج المال مع ايه يا معلم؟ مع السلطه. قرر ان هو يدخل الانتخابات عشان يبقى محافظ مدينه 1000 مصنع، فكان لازم يستعين بقوه في الارض عشان خاطر تساعده في اللي هو عايز يوصل له. قلب زكريا في دفاتر دماغه عشان يقدر يوصل للشخص المناسب اللي يقدر يساعده في قصته، لحد ما افتكر حافظ اللي كان مساعده من فتره في ان هو يقدر يجيب له عربيات نقل مسروقه من غير ما يدفع ثمنها، او مش من غير ما يدفع ثمنها، من غير ما
هيدفع ثمنها الاصلي يعني، بالعافيه بقى بالذوق. حافظ كده كده ليه طرقه اللي بيقدر يوصل بيها لاي حاجه. بالفعل طلع تليفونه، طلع رقم حافظ واتصل بيه، بس المره دي اللي رد عليه ما كانش حافظ. طبعا اللي رد عليه ياسين، واللي فهمه ان حافظ مات وان هو موجود مكانه ويقدر يعمل اللي هو عايزه وافضل. طلب منه زكريا ان هو يقابله في المصنع القديم بتاعه، واللي كان واخده كمقر ليه، قال يعني بيفتخر باصله والمكان اللي بدا منه. فعلا ياسين راح له هو ومجموعه من الرجاله بتاعته، واول ما ياسين نزل من العربيه هو ورجالته وقف قدام المصنع يبص على المكان. ومش هو ده المكان اللي ابويا كان شغال فيه زمان؟ وقف للحظات يفتكر ابوه وبعض مشاهد موت امه اللي لحد النهارده مش بتفارق دماغه. عدى 10 سنين والمشهد كانه حاصل امبارح. رحبوا ببعض وبدا زكريا بتعريف نفسه، فهمه ان هو عايز يدخل الانتخابات وان هو اتصل على حافظ عشان يساعده في ده، وان محدش غيره هيقدر يساعده في الوصول ان هو يبقى محافظ مدينه 1000 مصنع. وطبعا لما ينجح ياسين مش بس هيبقى قادر يسيطر على مدينه 1000 مصنع، ده هيقدر يسيطر على المدينه دي والمدن اللي حواليها، واللي كانت هتبقى مصلحه متبادله ما بين زكريا وياسين. بالفعل بداوا يشتغلوا على ده وبدات تنشا ما بينهم صداقه، بس تقدر تقول عليها كانت صداقه مصلحه يعني. وقرب منه ياسين جدا وكسب ثقه زكريا فيه. طبعا ياسين مش غبي، بيجي لزكريا المصنع بيشوف العمال بيشتغلوا من غير ما بيتكلموا، محدش بيتكلم مع التاني، بيتحركوا حركه سريعه، الشغل شغال بقوه كبيره جدا والعمال شكلهم مش طبيعي. لحد ما جه في مره ياسين وسال زكريا انت برضه مش هتحكي لي ايه سر نجاحك العظيم ده، وازاي من المصنع القديم ده قدرت توصل لاسطول المصانع اللي عندك ده كله؟ ما خلاص يعني كده كده ياسين كسب ثقه زكريا فيه، وزكريا بيتعامل معاه على انه اخوه، في بينهم علاقه صداقه قويه جدا، وزكريا بدا يفتح له قلبه ويتكلم معاه. فبعد سؤال ياسين لزكريا، زكريا بص له كده لمده لحظات وقال كده كده احنا بقينا اخوات وانا واثق فيه فمش هتفرق. بالفعل زكريا حكى له على كل حاجه، وتابع زكريا بيقول له بس الموضوع خطير جدا. فياسين قال له ازاي؟ مش فاهم. بص له زكريا كده وقال له يعني في مره انا نسيت اقفل جهاز التحكم في العمال فواحد قتل مراته. طبعا الكلام ده ما مرش قدام ياسين مرور الكرام كده، وبدا ياسين دماغه تشوش تاني كانه لسه فاكر المشهد دلوقتي. طلب منه ياسين ان هو يمشي ويكمله بعدين لانه تعب جدا، لحد بالفعل ما ياسين روح بيته ودخل الاوضه اللي كانت كلها رسومات، الرسومات اللي كان مخبيها عن الناس كلها. يعني الناس كلها شايفه ياسين بيه رئيس العصابه الكبير، دايما شايف طول الوقت ان هو في الاصل فنان. وقدام رسمه من الرسومات اللي عنده كانت لامه فضل واقف قدامها حوالي ساعه. ياسين ربط كل الاحداث ببعض وفهم هو وصل للي هو وصل له ده دلوقتي ازاي. بالفعل ياسين راح لزكريا تاني يوم المصنع بس من غير ما يبين له اي حاجه، مستني اللحظه اللي هينتقم فيها من زكريا. لحد ما في لحظه زكريا قرر ان هو يفتح الخزنه عشان يجيب منها شويه اوراق، بس قبل ما يقفل الخزنه اتفاجئ بياسين واقف وراه. قام ياسين زقه بقوه كبيره جدا ومد ياسين ايده فيها في الخزنه وخد العلبه اللي فيها الاجهزه اللي بيتحكم فيها زكريا في مين. في اللحظه دي يا صديقي زكريا ادرك ان ياسين بيخونه. ده انا لسه حكي لك امبارح يا ابن الجزمه انا بسيطر على الناس ازاي، تيجي تخونني انا النهارده؟ زكريا طبعا عارف ان الاجهزه دي من غير الابلكيشن اللي مع الموبايل ملهاش لازمه، بس ياسين برضو فاهم ده. ولما ياسين لمح زكريا عينه على الموبايل جري بسرعه عليه وخده. طبعا زكريا في ذهول تام بيقول لياسين انت اتجننت، انت بتعمل ايه؟ رد عليه ياسين وهو بيعض على شفايفه وقال له هنرقص دانس يا روح امك. طبعا ياسين مسكه ونفضه، عامله معامله السجاده في ليله العيد مثلا. بص له كده ياسين وقال له احب اعرفك بنفسي، انا ياسين ماهر ابن عم ماهر اللي قتل مراته بسببك من اكتر من 10 سنين. ياسين مسك العلبه اللي فيها الاجهزه واتحرك ناحيه زكريا بخطوات كلها شر وانتقام وقوه. فتح العلبه ومسك بق زكريا اللي خلاه يبلع فيها الاجهزه بالعافيه، وبدل ما يسري ايه يهري. طبعا زكريا واقع على الارض مفيش حاجه على لسانه غير سامحني سامحني سامحني، هديك كل فلوسي هديك كل املاكي بس ارجوك سامحني. بس ياسين ما كانش مبين له اي نوع من انواع الرأفه او الشفقه. اللحظه دي ادرك زكريا ان هو كده كده ميت وان ياسين مستحيل يسامحه. كان ياسين رافع تليفونه ومشغل اودعك اخر وداع اخر وداع هودعك يا عمري ضاع حكم السنين عليا وعليك ايه انكتب. كده ياسين بيتحكم في زكريا تحكم كامل. ياسين حرفيا انتقم من زكريا اشد انتقام، الانتقام اللي خلى المدينه كلها تشوف زكريا وهو ماشي في الشارع زي المجنون. ولمده اسابيع من غير ما ياسين يقفل التحكم في زكريا طبعا جرده من كل حاجه، حرفيا جرده من ادميته، مفيش تفكير مفيش مشاعر مفيش قرارات. لحد ما في يوم من الايام الناس صحت على خبر وفاه زكريا الغني صاحب اسطول كل المصانع دي، الشارع لوحده وحيد شريد. اعتقد انها مفيش اوسخ من الموتة دي في العموم يعني. بعد 10 سنين او اكتر من 10 سنين حق ماهر اللي انتحر وهو في السجن لانه ما كانش مصدق اللي هو عمله في مراته، وحق عنايات
كانت مراته اللي ماتت بسكينه قدام ابنها رجع. حقهم فعلا المره دي رجع، بس بعد ما بقت المدينه خراب. اكتر من نص المدينه لانهم كانوا عمال شغالين في مصانع زكريا، ياسين بيتحكم فيهم عن طريق الجهاز اللي اخترعه زكريا، والنص التاني تحت رحمه مين؟ تحت رحمه ياسين اللي اكيد مش هحفظهم قران يعني. وتحولت المدينه الطيبه اللي كانت اغلب سكانها حامدين وشاكرين لمدينه تقريبا شبه بقت خراب. في 2025 حصلت حاجات كتير شبه حكايتنا. ناس فقدت السيطرة على نفسها بسبب المخدرات اللي بتكسر في مخك، تخليك مبسوط وانت متضايق، تخليك متضايق وانت مبسوط، اللي بتخليك تاخد قرار في وقت ما ينفعش تاخد فيه قرار، واللي بتخليك ما تاخدش قرار في وقت انت محتاج تاخد فيه قرار. اكيد شفت فيديوهات للناس اللي بقت ماشية في الشارع شبه الزومبي، والناس اللي شكلها بقى يقرف. طب ليه؟ وفي ناس كتير ماتت بس مش من جرعة مخدرات زيادة بس، لكن من جرعة وهم ان اللايكات حب، وان الترند معنى، وان رأي الناس هو الحقيقة. وناس سابت شغلها، واهالي اتفككت، واحلام ماتت بسبب ان حد اتحكم في دماغهم وهم مش واخدين بالهم. بس يمكن الشر الحقيقي مش بس هو اللي بيبان على الشاشه، يمكن زكريا الحقيقي موجود في جيبك. انت كمان حاول تفكك من الحاجات اللي بتخليك تتحكم في تفكيرك او مشاعرك. حاول انت اللي فعلا تفكر في الحاجه دي صح او غلط، ينفع تتعمل او ما ينفعش تتعمل، وقبل كل ده هي حرام ولا حلال. فاكر انك بتفكر؟ طيب ما تفكر في اللي خلاك تفكر. ولو الفيديو عجبك ما تنساش يا رايق تعمل ايه؟ تدوس لايك، تعمل اشتراك، قول لنا في الكومنتات هي ايه اكتر حاجه بتحس ان هي بتتحكم فيك وانت مش واخد بالك. ودي كانت حلقه من حلقات طبله وحصل. استنونا في كارثه تانية احتمال تكون حاصله اصلا واحنا كنا فاكرينها مستحيله. سلام عليكم.